بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، الكثير منكم يتساءل علاش الفيديوهات تاع التفاهة، الفيديوهات اللي تدعو إلى الفساد والانحلال الأخلاقي والإباحية والشذوذ الجنسي والفوضى والفتنة تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والفيديوهات المفيدة تاع الدعاة وتاع العلماء وتاع الأدباء أو تاع الناس الذين يدعون إلى الخير وإلى الفضيلة ما تنتشرش. الكثير منكم يقول لي باللي الفيديو ينتشر تدير له جام، تدير له بارطاجي، تدير الكومونتير إلى آخره. أنا قلت أخي ماشي هو هذا السبب الكبير، كاين أسباب أخرى هي اللوغاريتميات تاع هاد الوسائل التواصل الاجتماعي. هاد اللوغاريتميات هذه مصنوعة باش تشجع في الفيديوهات التافهة، الفيديوهات التافهة تشجعها، والفيديوهات الأخرى التي تدعو إلى الفضيلة ما تشجعهاش وما تخليهاش تنتشر. خاطر الهدف تاعهم هو إفساد المجتمعات والانحلال الأخلاقي ونشر التفاهة بين الناس. تشوفوا تلقى إمام تاع مسجد عنده 100 واحد تاع 100 متابع ولا 200 متابع، في أقصى تقدير عنده 500 متابع، سيدي 1000 متابع. تلقى راقصة تاع الملاهي عندها 4 ملايين، تلقى واحد شاد جنسي عندها 2 ملايين، تلقى واحد يتبهلل ويسب ويشتم ويقول العيب، تلقى عندها الملايين تاع المتفرجين. تلقى واحد يدعو الى الفتنه ويحوس يخرب بلاد كما هذو يسموا روحهم معارضين وما يعرف واش، تلقى عندهم الملايين تاع المشاهدات. هادو خطه دايرينها باش ينشروا الفيديوهات تاع الانحلال الاخلاقي، تاع الفساد، تاع الاباحيه، تاع الالحاد، تاع دعوة الشر بصفة عامة. ولهذا إخواني ما لازم نشجعوا هاد الفيديوهات التافهة، ما لازم نتفرجوهم ولا تفرجناهم كما نقولوا حنا بار كيوريوزيتي، ما دير له لا جام لا والو، خليه على الأقل، خليه أضعف الإيمان خليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.